بسم الله الرحمن الرحيم. لا بد من تسليط الأضواء على شخصيات تكاد تكون مجهولة في الثقافة العربية. بالنسبة لي ذكرت ذلك عدة مرات، لكن في ماضي الزمان كتبت سيناريو مسرحية بعنوان شيحة جمال الدين، طبعا الذي كان أميرا للقلاع والحصون في عصر المماليك، وكان ذكره الكبير في سيرة الظاهر بيبرس التي دارت أحداثها كما نعرف ما بين مصر إلى فلسطين إلى عين جالوت. وقبل ذلك لا شك كان الأمر يدور في حوارات طويلة عريضة ما بين العز بن عبد السلام الذي كان له رأي في ضرورة مجاهدة التتار أو المغول الذين اجتاحوا بلاد الشام، فجاء من الشام إلى مصر، وهناك بدأ ينشر أفكاره ورؤيته لما يمكن أن يكون. طبعا كان هناك حياة في القصور في مصر في تلك الفترة. نسمع أن شجرة الدر قتلت زوجها، وأن هناك أشخاص سوف يخرجون لأعمال جهادية، وسوف تتجلى عبقريات فيها الحكمة عند اتخاذ القرار ومحاولة الخروج من المآزق لامتلاك زمام المبادرة. وقد تبدو الحكاية إذا أردت إخراجها في النهاية مسرحية كأنها واقعية فوتوغرافية تصور ما يحدث في أي زمن يحاول أن يفتح عينيه في حلم اليقظة. المطلوب منه أن يفعل فعلا عظيما، فعلا كفاحيا، ولا يختلف اثنان على شخصيات كثيرة حتى لو كانت اجتماعية، مثل شخصية علي الزئبق في إطارها الاجتماعي، وهناك شخصيات مثل الأميرة ذات الهمة أيضا في سيرتها الجهادية. ومن هذه الشخصيات التي عرفناها لا شك صلاح الدين الأيوبي، والذي مثل فيه فيلم سينمائي مشهور طبعا جدا بترويج إعلامي رائع. شيحة جمال الدين طبعا يذكرني باسم قريتي في فلسطين، طيرة شيحة أو طر شيحة أو تر شيحة، لأن قبر المجاهد شيحة جمال الدين موجود عندنا في بلدتنا. هذا الرجل شيحة جمال الدين سوف يعيش ظروفا في القصور في البداية قبل أن ينطلق فقد وجد في الواقع في مسرح الواقع التاريخي أن هناك ضرورة للخروج إلى الجهاد. وقد ذكرت مرة أن جمال الدين شيحة في الأصل هو بدوي من عرب خان يونس من غزة، وسوف يقابل شخصيات تساعده طبعا في مهمته، مثل شخصية الوزير شاهين الذي يرفض التنازع الأكراد والأتراك في ذات الوقت الذي يهدد الفرنجة والتتار بلاد العرب. إذن التنازع سوف يشل الأفكار، ولا بد من أن ننطلق إلى أضواء الشموع على خشبة مسرح تبدأ فيه جوقة تغني مع حركات إيمائية وتمثيلية في أزياء
عربية يعني. فتكون الجوقة قائلة: منذ كنا من زمان من زمان من زمان كان طير في الظلال يتغنى لا يبالي، إنما تالي الليالي تاه سكان المكان بعدما كانوا وكان. طبعا هذه الجوقة سوف تبدأ بالحديث عن هذا الواقع الذي اختلف فيه، والذي حصل من خلاله اقتحام القصر وقتل يعني قيام شجرة الدر بجريمتها الكبرى التي تحصل في قصور النساء دائما. وحاولت أنا بالبداية أن أقارن ما بين هذا الدخول على القصر وقتل والقيام بعملية الاغتيال بما يحصل أحيانا في فلسطين إلى اليوم هذا، حيث هناك رجال يقتحمون المكان مدججين بالبنادق والرصاص ويصيحون في حركات عربدة: هنا دولتنا ونحن، ثم يخربون، يسرقون، ينهبون، يقتلون، يعتقلون، ثم ينسحبون وكأن شيئا لم يكن. هذا ما حاولت تأمله على مشهد يقارن بين حالتين: حالة الاغتيال لرجل كان معروفا يعني في زمانه بما له من قوة، ومع ذلك أحيانا أمام كيد الكائدين يحصل ما يحصل. وأنا قلت في بعض الأناشيد التي وضعتها في العمل المسرحي مع الموسيقى واقتحامات من الراوي والمنشد والجوقة أحيانا، قلت شعرا يعني. حاولت أن أدخل في باب الشعر المسرحي كثير. معظم العمل مبني على أن يكون هناك شعر في العمل، كقولي: الدنيا ما دامت لأحد حتى أقدامك يا ساقي، الموت الموت بكل بلد، والله هو الباقي. تنسحب الجوقة، وسوف نرى دائما أن هناك حياة القصور الآن التي ذكرت أنا في كثير من الأحيان أنها إما أن تكون من المشجعات على العمل الإيجابي أو من المثبطات وإدامة اللهو في القصور. فجئت لمشهد فيه عامل تهنئة، يعني السلطان بسلامته بده يعني ناس يهنئونه بالشفاء، فيأتيه أحد المهنئين قائلا: الحمد لله على السلامة يا سلطان. يأتي آخر فيقول: هديتي عربون حب، وطبعا يضع صناديق لا ندري ما فيها. مهنئ آخر يمجد: أدام الله عزك ومجدك ورد البلاء عنك. طبعا هنا عنك وليس عن الوطن، يعني في دائما محاولة لإظهار السلبيات حتى في الدعاء. شخص آخر يقول: من كرم الله علينا أنك والينا وتاج رؤوسنا. وطبعا هذه الكليشيه أو هذه الطبعة دائما موجودة، كأنك أو يعني كأنه مرسل لزماننا ولا ندري يعني إلا أنه موجود، والحمد لله، هكذا يقولون. لكن يأتينا مهنئ آخر يكون عاقلا، وهذا طبيعي جدا، إما أن يكون مستشارا أو يكون وزيرا عادلا أو يكون إنسانا ناصحا، وهذا منطق أن يكون على خشبة المسرح، أن يكون هناك الطرف الآخر. هذا فيقول هذا المهنئ: أما أنا فلي مقال المستنير يا رعاك الله. الوالي أو السلطان سوف يقول: تفضل ما عندك. يقف هذا المهنئ ويتأمل بنظراته وحركات معبرة ذات اليمين وذات الشمال، ثم يقول للسلطان: ماذا تقول بداء نحن ندخله إلى البطون ولا ندري عواقبه؟
ماذا تقول بداء نحن ندخله إلى البطون ولا ندري عواقبه؟ والواقع على ما يبدو يعني السلطان لا يفهم هذه التورية، فيحاول أن يقول له فسر كلامك يا رجل. طبعا الآن سيفسر. حبذا لو تقعد إلى الطعام وأنت تشتهيه وتقوم عنه وأنت تشتهيه. القضية إذن فيها طعام ومع ذلك فيها تورية. السلطان سوف يستغرب، لما جعلت نصحك في الطعام؟ المهنئا لأن ملء البطون يذهب العقول والمعدة بيت الداء. السلطان موافقا على ذلك. طبعا السلطان يجب أن يكون عاقلا، وهذا منطق جدا يعني، حتى لو كان في أي صفة من صفاته يتعلم يعني يعرف كيف يخاطب الناس، وإلا لما استطاع أن يكون لا سلطانا ولا حاكما ولا ملكا ولا مسؤولا. يقول هذا السلطان أجل والحمية رأس كل دواء. طب الحمية عن ماذا؟ الآن سوف يرغب السلطان بفهم، باعتبار فهم البعد لهذا الكلام سوف يقول زدنا بالله عليك، لقد أتعبتني حلوى أم علي. الرجل يقول له يعني يحاول أن يفسح المجال لأعمال خيرية، فيقول له تصدق على الفقراء، أطعم الجائعين، عمر بيوت الله، علم الرعية، أمن السقاية، اغرس الأشجار، زوج العزاب. يريد أن يتكلم كلاما آخر. الوالي أو السلطان يقول له والله حكيم زمان، لن نهبش الطعام. ماذا تريد أن تقول يا رجل؟ ينسحب السلطان قليلا ليفسح مجالا لهذا الناصح إلى جانبه. حسب المشهد طبعا سوف يقول الوزير شاهين يعرف الحكاية، يعني يجب أن يكون هناك شخص يعني متضامن معه وعنده أفكار. فيقول نعم أيها الناصح الأمين. يقول له يا سيدي لقد مات عز الدين، مات السلطان. نعم، قتلته شجرة الدر بسم الكلمات، خرجت والخنجر بين يديها دم دم دم، خشيت هربت وقعت شجت بالرأس ماتت في بحر دماء. هنا اختلطنا بين سلطان جالس وسلطان يظهر سلاطين كسار. هناك طبعا في ذلك الزمن هذا سلطان الأتراك وهذا سلطان يعني الجنسيات التي كانت من المماليك، هم لم يكونوا من فئة اجتماعية واحدة. نعم، قتل السلطان، ذبحته شجرة الدر. يا حسد، ماذا حل في البلد؟ طيب التحقيق سيقول ما يقول، لكن الأمر عند صاحبنا شيحة جمال الدين ما زال الآن يفكر فيما يجري في القصور. سوف نرى أن القاضي يقول كلاما والوزير يقول كلاما، يعني لا يجلس الوزير ليستمع إلى القاضي في جلسة تأمل وتفكير. هناك جماعات مختلفة، نحن الأكراد أميرتنا شجرة الدر، نحن التركمان لن ننسى دم عز الدين. يا لهوي. طبعا هذه المجتمع المتشقق سوف يزداد تشققا. والوزير شاهين يقول سمعنا ولكن لن نطيعكم في معصية. يفهم أن خلاف المسؤولين يخرب.
أين نحن من التتار وهم على حدود الديار؟ الحذار الحذار. يدخل قائد في غمرة الأصوات يناول الوزير رسالة. الوزير شاهين بحركة قلقة: شيح جمال الدين. شيح جمال الدين يرسل رسالة: بسم الله الرحمن الرحيم، استشهد الأمير قطز وريناه الثراء، نحن الآن تحت قيادة بيبرس. طبعا الآن سوف تتم المعركة ويعلن انتصار الجيش الذي خرج من مصر وآلفه جيش من جماعات الفدائيين. الآن هنا في هذا الموضوع لا يشار إليهم. والواقع كان هناك حركة فدائيين كانت تسمى الفداوية في سيناء وفي فلسطين وبلاد الشام، وكل هذا الواقع معلن في سيرة الظاهر بيبرس، الحركة الفدائية أو الفدائيين، وكان طبعا قائدهم شيح جمال الدين الذي كان أمير القلاع والحصون، وهو البطل الذي قاد الحركة الجهادية في تلك الفترة. طبعا العز بن عبد السلام له دور في هذا المجال دائما، حيث صار يسمى سلطان العلماء، وعين قاضي القضاة، وكرمه الوزير شاهين. ومعروف أن هذا الأمر لا يتم إلا باتفاق العلماء مع الوزراء مع القادة. طبعا الآن سوف يعودون من النصر وينشدون لشيح جمال الدين، كما نذكر في فيلم عنترة بن شداد عندما استطاع أن يحرر يعني فيقولون: هي يا عنتر يا زينة بلادي. وأنا طبعا الرجل هذا هي شيحة يا جمال الدين. طال ليل الآه، الفدا والله ننصر فلسطين، رايتك حرة همتك جمرة تحرق الغازين، وين لعيبك ربنا يعينك يا جمال الدين. طبعا جمال الدين شيحة كان مشهور بأنه من الأصحاب القدرة التنكرية ومعرفته باللغات وفهمه بملامح الرجال، كان عنده فراسة. حتى هناك تروى حكاية داخل سيرة الظاهر بيبرس عن رجل جاء من بلد بعيد، أراد أن يتحدث، فتنبه إليه شيح جمال الدين من ملامح وجهه على أنه إنسان مدع وأنه قام بفعل شائن، ثم جاء ليتحدث باسم الرجل الذي قتله عن قضية ما، فعرف من نظرة العيون من حركة. لا نعرف هذا العلم في علم النفس وعلم سيمياء الرجال، أنه سيكتشف إذا كان عنده كعادة العرب الفراسة والتدقيق في ملامح الرجال. وهكذا كان للحكمة وسداد الرأي تأثير على أفكار السلاطين وأفكار الشعوب، فلاحظنا أن هناك دائما أصحاب مشورة في القصر وفي أرض المعركة. القضية دائما المشورة تكون في رجل، مثل والد جمال الدين شيحة كان ملقب بسيف القبائل. لماذا يختار هذا الرجل؟ لا شك أنه كان يفهم كيف يوحد القبائل من بئر السبع إلى سيناء، وكيف يحرس البوادي والصحاري، وبالتالي سوف يخلف ابنا مثل شيحة جمال الدين. هذا الأمر سوف يخرج لنا في النهاية مجاهدين حكماء لا يدعون الأعداء يفتكون ببلادنا، ولا يجعلون الذئاب الضارية تكشر أنيابها وتهجم علينا وتفترسنا ونحن لا حول لنا ولا قوة. هكذا حاولت أن أتحدث عن الموضوع
ببساطة، حيث سنرى بعد ذلك حسب الرواية أو حسب السيرة أن جمال الدين شيحة سوف يتابع زحفه إلى العريش، وسوف يقاوم الفرنجة هناك، ثم يتوجه إلى السواحل الفلسطينية ويتفقد قواته ويفتح أبواب القلاع بذكائه، ويلتقي مع أناس كثيرين يفهم أين وجهتهم، يتجه إلى عسقلان ثم يتابع طريقه، وطبعا يستريح في خان عسقلان. على ما يبدو عسقلان واضح من المعنى أنها كان فيها خانات مسافرين ككل البلدان القديمة. والواقع السيرة تروي حكايات جميلة في قضية الخان هذا. تستمر حركة شيحة جمال الدين إلى أن يصل إلى فهم مآرب الأعداء، كيف يسخرون العملاء والمندسين في صفوف الشعوب، ويتنكرون بزي الإنسان الرائع الجميل وهم محتالون خونة. وهذا ما أراد دائما شيحة جمال الدين أن يفعل فعلهم، يتنكر ويعيش بينهم، يعني يعيش بين المقاطيع وبين هؤلاء المدعين والمندسين بأي شكل من الأشكال لكي يفهم أساليبهم ويفهم حركتهم التي قلت فيها كلاما كثيرا. وقلت عن هذا الرجل، وقد قرأتها في قصيدة عندما طلبت مني بعنوان من غزة إلى ترشيحة، فقلت هذا وطن نعم الوطن من غزة، يحكى عن عزة فتئن قلوب في ترشيحة، ويهب نسيم من مرقد شيحة. شيحة بطل فطن من خان يونس أخرجه الزمن، كي يعلن في مصر الهزة فتهب النخوة في من حزنوا لضياع القدس بأيدي الطاغوت، ويكون النصر بعين جالوت. رحمك الله يا شيحة جمال الدين، يا من نورت دروبنا وبصرتنا بحقائق شخصياتنا القادرة على تجاوز النكبات. وسلمتم.